الأمر الرابع اللي يجب أن يدرس وبعمق ويؤصل له وأيضا قابل للقياس: ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق خطتنا؟ الله، مزيكا يا دكتور والله. الله يعني. ما الذي ممكن أن يمنعنا؟ ده أهم سؤال من تحقيق خطتنا. احنا في علم الإدارة، في علم التغيير، في علم الإدارة لها هذا علم داخل العلم اسمه ريزيستنس، مقاومة. المقاومة إذا أنت ما حددتها كيف ستقاومها؟ كيف ستقضي عليها؟ وفي داخل علم التغيير، داخل علم المقاومة، في علم مفصل أكثر اسمه مقاومة المقاومة. ازاي تقاوم الناس اللي هتقف امام التغيير؟ يا استاذ عمرو، الاخوان بس عشان المشاهدين والاخوات الكريمات عشان بس يتخيل هذا، هناك طريقة محددة للمقاومة تستعملها لإيقاف التغيير. يعني اللي احنا بنتكلم عليهم الفلول والثوره المضاده والى اخره، عندهم 20 طريقه عشان يوقفوا ان البلد دي تنهض، ومحدده بالخطوات، ومحدده بالخطوات، ومحدد كيف حيشتغلوا خطوه خطوه وكيف تقدر تقاومهم. يعني اعطيك اول واحده واعطيك اخر واحده كمثال. اصحاب مقاومه التغيير عندما يريدوا ايقاف التغيير لا يهاجموا التغيير ولا يهاجموا الافكار، يهاجموا الأشخاص. فبدل ما يقول عندنا مشكلة في التعليم خلينا نعالجها، يهاجم الوزير، يهاجم الوزير أو يهاجم الرئيس، المدرس يعني فيصير يعني أنا بدل ما أقول والله يا أستاذ عمرو برنامجك يتميز بكذا ويحتاج إلى تحسين كذا، أقول عمرو أنت نيتك فاسدة. فيطعن في النيات، يطعن في الأخلاق، يطعن في المصداقية احنا نسميها. هذا معروف ولها طريقة في علاجها، أن اللي يريد أن يغير ما يستجيب للابتزاز والدخول في القضايا الشخصية. ما ياخدكش بره شغلك، تقعد تثبت لا ده انا نظيف، ده طول عمري لا، كلمني في شغلي. يا سلام. أصحاب مقاومة التغيير عندما يريدوا إيقاف التغيير لا يهاجموا التغيير ولا يهاجموا الأفكار، يهاجموا الأشخاص. فبدل ما يقول عندنا مشكلة في التعليم خلينا نعالجها، يهاجم الوزير، يهاجم الوزير أو يهاجم الرئيس، المدرس يعني فيصير يعني أنا بدل ما أقول والله يا أستاذ عمرو برنامجك يتميز بكذا ويحتاج إلى تحسين كذا، أقول عمرو أنت نيتك فاسدة. فيطعن في النيات، يطعن في الأخلاق، يطعن في المصداقية احنا نسميها. هذا معروف ولها طريقة في علاجها، أن اللي يريد أن يغير ما يستجيب للابتزاز والدخول في القضايا الشخصية. ما ياخدكش بره شغلك، تقعد تثبت لا ده انا نظيف، ده طول عمري لا، كلمني في شغلي. يا سلام. فأنا أذكر مرة يعني كنت أنا أتكلم أطرح بعض الأفكار التطويرية، فواحد عمل في هذه الحركة، فقمت عملت له مقاومة المقاومة. إني ما طبعا الناس صعبة جدا إنه يذكر اسمك وما تدافع. هذا كان كلامي له باختصار. العفو. لو هذه الفكرة قالها فلان ايش رايك فيها؟ بلاش انا. زين. فاجبرته انه يناقش الفكرة. هذه الخطوة الاولى اللي حيستعملوها، لم تنجح ركز على الشغل، ركز على الفكرة، ما تركزش على الشخص. بالضبط. هم حيستعملوا 20 طريقة يمشوا فيها خطوة خطوة، اذا الاولى ما نجحت حيمشوا للثانية، الثانية ما نجحت حيمشوا للثالثة. الخطوة الاخيرة اللي اذا فشلت كل 19 طريقة، هذا في العلم يدرس، سيستعملوا التصفية الجسدية زي ما حصل في التقرير، وحصل يعني مع فرج فودة، حصل مع رفيق الحريري، حصل ما استطاع يوقف رأي، ما استطاع يوقف تغيير، يتخلص من صاحب التغيير. هذا في العلم مقاومة التغيير، ان انت تخلص على الراجل اللي بيقوم بالتغيير. بالضبط. اذا عجزت عن ال 19 يعني ماشي وقاعد يغير ويؤثر، مش فايده. بتشتمه وكرامته وتحط له معوقات ومصمم. وذلك اللي ما شاء الله يعني الان عندكم ثوره وثوره شبابيه، والشباب يعني عندهم حماس. لازم يفهموا هذه المعادلات، ولازم يفهموا ان حيمروا فيها، ولازم يفهموا ان في مقاومه حتشتغل، ولازم يتعلموا ان ما ينتصروا لانفسهم وإنما ينتصروا لأفكارهم، وأن يحموا ثورتهم ببناء مصر وليس ببناء أشخاص أو أحزاب. لو صارت هذه جزء واضح من الفكر، هتتغير مصر في أقل من 13 سنة. قد إيه يعني؟
أنا شخصيا أتوقع أن 4-5 سنين من عدم الاستقرار هذه لا محالة، لكن ممكن من 7 إلى 10 يكون تغيير جذري رئيسي يحدث في مصر.